بمسافة تزيد على 200 كيلومتر وبقارب صغير وبمفردهم، أبحر 7 قُصَّر في رحلة هجرة غير شرعية من الجزائر إلى إسبانيا دون قائد يتقن قيادة القارب والإبحار به وحتى معرفة الاتجاهات. ما هي قصتهم وكيف وصلوا؟ بدأت الحكاية حين انطلق هؤلاء المراهقون خلسة من بناء تامنفوست شرقي العاصمة الجزائرية على متن قارب صغير عبر البحر الأبيض المتوسط، وخلال الرحلة التي استغرقت نحو 9 ساعات وثقوا تفاصيل مغامرتهم عبر مقاطع نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد ظهروا فيها وهم يرددون أهازيج معروفة في الملاعب الشهيرة في الجزائر العاصمة. نجحوا هذه المرة في الوصول إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية بعدما فشلت محاولات سابقة لهم العام الماضي على ما يبدو، وقبل أن ترصدهم فرق الإنقاذ الإسبانية. تتراوح أعمار هؤلاء القُصَّر بين 14 و17 عاما. أحد هؤلاء القاصرين عند وصوله رأى تفاصيل تلك الرحلة قائلا إنهم كانوا يستعدون لها منذ فترة وقاموا بجمع الوقود على عدة مرات، حتى إن بعض سكان المنطقة بدأوا يشكون في أمرهم. وأضاف أن القارب الذي استقلوه تبلغ قوته 85 حصانا كما سرق من الميناء، وقد تعطل محركه 5 مرات في عرض البحر قبل أن يتمكن أحدهم من تشغيله مجددا. رئيس مجلس بلدية إيبيزا فيسنت ماري هذا ما يقوله، صرح لوسائل إعلام إسبانية عن وصول هؤلاء القاصرين إلى الجزيرة، ويؤكد أن السلطات المحلية ليست مجهزة لاستقبال مثل هذه الحالات. نطالب الحكومة المركزية بالتدخل عبر التفاوض مع الجزائر لتنظيم أو حتى لمنع هذا النوع من الهجرة غير النظامية. وصول أشخاص بهذه الطريقة إلى شواطئ إيبيزا يثير مخاوف كبيرة، خاصة دون وجود ضمانات حول هوية القادمين أو حتى حول وضعهم القانوني. أثارت حادثة هروب القاصرين بهذه الطريقة تفاعل كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، فيما لم تعلق السلطات الجزائرية على الواقعة. هذا ما يكتبه إبراهيم. يقول إبراهيم: السؤال المحير هو على ماذا سيعتمد هؤلاء الأبناء للعيش هناك؟ كيف سيخرجون للعلن هناك؟ وبأي ثمن؟ كيف سيندمجون في المجتمع هناك؟ يطرح كثير من الأسئلة السيد إبراهيم. وبأي مستوى؟ هل سينتهي بهم الأمر في أياد أمينة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وتحترم طفولتهم؟ هذا ما يجيبه بسؤال لكنه فيه إجابة أكثر مما فيه استفسار. الأسد يسمي نفسه الأسد، هذا ما يكتبه. دعونا نأخذكم إلى تاتيانا، هذا ما تكتبه هنا في هذه التدوينة. تقول: والله بكيت على ملامحهم، كيف حالتهم؟ هذه هي الحقيقة، الحالة صعبة لكن الحرقة ليست حلا، ولو ماتوا يا رب كيف يكون حالهم؟ أما تدوينة الأسد أو من يسمي نفسه كذلك يقول: هذه كارثة اجتماعية نعيشها، انشغلنا بالمظاهر وتركنا الجوهر، يجب احتواء الشباب ويجب إدماجهم، لدينا كل المؤهلات، ينقصنا التسيير أو ربما التيسير، هذا ما يعتقده. ثم الغائب، التيسير هو الغائب من وجهة نظر الأسد. أما مجلس إيبيزا هذا ما يعتبره، يقول مصرحا لوسائل الإعلام إسبانية على لسان رئيسه فيسنت ماري، يقول أن وصول قوارب المهاجرين إلى هذه الجزيرة هذا العام قد تجاوز بالفعل أرقام عام 2024، وقد بلغ عدد القاصرين المهاجرين الذين يشرف عليهم حاليا مجلس إيبيزا 85 قاصرا، وهو في وضع وصف بأنه ميؤوس منه.